الجمال رحلة طويلة كلنا دايما بنسعى لاكتشافها. تعالوا معايا في رحلة لاكتشاف جمال دينا الموجي. هاي يا دينا. ازيك يا يسرا؟ الحمد لله. انا حابة ان انتي اللي تعرفي نفسك بنفسك. طيب انا وزوجة موظفة الصبح ومؤخرا في اخر 5-6 سنين كده بقيت رياضية، وعشان كده بقيت على السوشيال ميديا بادفوكيت للفيزيكال والمنتال ويلنس او ويل بينج. حلو قوي. بما ان البودكاست بتاعنا اسمه Discover Your Beauty، حابة اعرف ايه تعريف الجمال عندك يا دينا؟ طيب انا تعريف الجمال بالنسبه لي من قصتي او من الرحله اللي انا اعتقد في اخر 5-6 سنين مريت بمراحل كتير في حياتي، توصلت من وجهه نظري انه الجمال ليه علاقه بالقصه اللي انتي بتخلقيها لنفسك. بصرف النظر القصه دي كانت وراها ايه، وراها struggles، وراها نجاحات ايا كان، وليها علاقه كمان بحاجه مش بحس الناس كتير قوي بتتكلم عنها، فكره personal brand. فكرة انتي عايزة الناس تفتكرك بايه، تعرفك ازاي ازاي بتخلي او الناس بتحس حواليكي بايه. يعني انا قعدت افكر في انا بالنسبة لي مين الستات اللي بقول عليها جميلة في حياتي. مين؟ اكتشفت ان اغلبها بتبقى هما خلوني احس احساس معين. اوكي. فبعد ما عارفه ما تخلصي القعده او تخلصي التليفون او تخلصي الحديث تقولي جميله. اوكي. يعني انا بالنسبه لي الموضوع مش فيجوال، فاهمه؟ فهي ممكن تسميها طاقه، بس بالنسبه لي برضو مش الطاقه اللي هو انها لازم تبقى طاقه ايجابيه، لا على فكره ممكن جدا حد الطاقه بتاعته تبقى بيسفل. فانت لما قعدتي معاها حسيتي انها بيسفل، فقلتي جميله مريحه. فده بالنسبه لي. ده بالنسبه لك. طب انتي قلتي حاجه وانتي بتتكلمي على الجمال الداخلي، انا عايزه اعرف الجمال. انا دايما بقول ان الجمال الداخلي اهم من الخارجي، او الاتنين بيكملوا بعض. انتي شايفه هما ليهم تأثير مع بعض او بيكملوا بعض ولا لا؟ لو مشينا على المتعارف عليه واللي مريح لكل الناس انه من جوه اهم من بره، متفقه ومش هغيره، بس هعدي عليه شويه حاجات. طبعا. انه بحس ان في خلط ما بين فكره ان مش مهم الجمال من بره، مهم من جوه، فما بناخدش بالنا من اللي بنسميه السيلف كير. السيلف كير حاجه مهم، يعني مهم جدا انك تشتغلي على نفسك من جوه، علشان انتي لما هتبقي عندك سيلف استيم. لان برضو من الحاجات اللي اتعلمتها في السنين اللي فاتت ان في ناس بتغلط ما بين او بتجمع ما بين انه الثقه بالنفس معناها ان انتي يور سيلف استيم او احساسك بالذات عالي، فبالتالي جمالك من جوه او احساسك بنفسك من جوه عمره ما هيبقى مرضي. وهنا بتيجي بقى فكره اللي بيسموها الاكسترنال فاليديشن، اللي هو ايه؟ لو حد قال لك شكلك حلو انت هتبقي ماشيه مبسوطه. لو حد قال لك النهارده شكلك بيل هتتدمري. فبالتالي انت دي من الحاجات اللي اتعلمتها، اللي هو انت لازم تقعدي تشتغلي على الفاليديشن بتاعك من جوه، عشان مش مهم خالص الناس من بره هتقول لك ايه. ابقى عارفه قيمه نفسي بالظبط كده، ما تبقاش كلمه بتطلعك وكلمه بتنزلك. ده مهم قوي، ده قوي قوي. ومش بحس ان تاني بيجيلك فرص كتير انك تبقي عارفه مدركه ان تصرفاتك او سلوكياتك عباره عن باترن او نموذج بيتكرر في مواقف معينه، سواء كويس او وحش. ففكره انك تدركي انت النهارده احاسيسك او بتتكلمي مع نفسك ازاي من جوه، ده نتيجه ليه ان انت مستنيه حاجه من بره، فالحاجه اللي من بره لما ما جاتش فانت رحتي مدمراها من جوه. يعني عمقت قوي. لا بس حلو قوي قوي، مهم قوي. اصل في بنات كتير جدا بتعطل عند الحته دي. وهقول لك حاجه تانية، في بنات لما بتوصل لسن معين خلاص it's the end of the road. انا هعمل ايه؟ ما اللي عمل من زمان. انا هلاقي نفسي فين؟ انا مهما عملت مهما اشتغلت خلاص it's too late. اللي اتعلم اكيد بتشوفي كده.
لا انا يعني في واحده منهم قاعده قدامك كنت منهم. طبعا كنت منهم. بدليل انه انا من 6 سنين، وانا من الناس اللي بتحب جدا تقول سنها، من 6 سنين كنت 35 سنه، فانا النهارده عندي 41 سنه. ابتديت العب رياضه وانا ما عنديش اي خلفيه رياضيه. عمري ما كنت يعني حتى ما كنتش من الاطفال اللي بتلعب اي رياضه. وبعدين جزء بقى ممكن تقولي انه جزء من العلاج، جزء من ان انا كنت عايزه ابقى مثال كويس لحسن ابني. فابتديت بقى ادخل من رياضه للتانيه، وحققت حاجات كانت في المجتمع بتاعنا مش حاجات سهله. بس انا كنت الشخص ده اللي وقتها وانا فاكره في المكان اللي بتتمرني فيه اكبر حد وعنده 24 سنه. فانا مستخبيه ان انا شكلي كلي على بعض يد كده، فايه مستخبيه فيها. فتمام. بس لما ابتديت اكتشف انه اكشلي جسمي قدراته اكبر بكتير من سني، فابتديت بقى امشي اقول على فكره انا عندي 35 سنه. فدي حاجه. بعدين لما ابتديت احس ان انا بحقق حاجات بره اللي انا يعني او مخلياني فارقه معايا في نفسيتي، ابتديت اقول طب انا عايزه اطلع اتكلم مع نفس الفئه العمريه. فابتديت على السوشيال ميديا احكي قصتي كامراه عاديه. ليه؟ لانه انا برضو نفس البنت اللي كنت بقعد اتفرج اسكرول على السوشيال ميديا والاقي حد مثلا جسمها فيت جدا، فاقول اصلها ما خلفتش، او الاقي حد عارف يبقى عنده ستايل يونيك، فاقول اصلها اكيد ماديا مرتاح. فقعدت دايما، ده كانت حجه من انا بقول دلوقتي كانت حجه مخلياني قاعده على السوشيال ميديا مستنيه حد يديني حل او يعطلك او يديكي عذر او اقارن نفسي بيه. فقلت لا، انا هطلع اكتشلي اقول على فكره انا كنت قادره ان انا احقق حاجات كويسه لنفسي ايا كان بقى هي شكلا مضمونا، بس بمجهود. لانه من الحاجات اللي انا ما بحبهاش في السوشيال ميديا، انا بحب حاجات كتير جدا في السوشيال ميديا، بس من حاجات كتير ما بحبهاش في السوشيال ميديا فكره قله المجهود. انا عايزه حد اتفرج على الكونتنت بتاعه يديني الكبسوله من الاخر. وبلاقي ده ناس كتير بتيجي تقولي طب قولي لي بتاكلي ايه. لا، ما عشان مش عايزين نبذل مجهود ان احنا ننزل نشوف ممكن ناكل ايه اللي يناسب جسمنا ويناسب حياتنا. طب ايه الرياضه اللي تجيب من الاخر؟ فبقول لك انا كنت من الناس دي. والنهارده طول الوقت بشتغل على نفسي عشان يبقى عندي قصه احكيها لاي حد ايا كان بقى، ده فرد، ده 100، ده مليون، انه لا هي فعلا it's never too late. انت اول لما عرفتي نفسك وانا طلبت ان انت تعرفي نفسك عشان راهنت نفسي انك هتعملي كده، قلتي اول حاجه هكلمك برضو وانا بحاجه ممكن تريليت مع امهات كتيره جدا. احنا في اوقات لما بنقرر يلا بينا عايزين نشوف نفسنا، عايزين نحقق حاجه، عايزين ننجز حاجه، بيجي لنا حته تأنيب ضمير. انا ابني هو اللي محتاجني، هسيبه، هعمل ايه؟ حصل لك كده وطلعتي منه ازاي ولا ما حصلكيش؟ بصي، هو لا ما حصليش كده، هقول لك ليه. بس انا متفهمه انه بيحصل. يعني انا من الاسباب اللي خلتني تاني ابقى على السوشيال ميديا عشان انا كنت عايزه اتكلم مع الامهات اللي زيي، صحابي في المدرسه، قرايبي، ايا كان، اللي بسمع منهم عادي جدا فكره ان الحياه مرحله بتقف عند حته معينه وبعد كده كل اللي جاي مش بتاعك، مش ليكي. يعني اللي جاي بتاع الولاد وتمارينهم ويكبروا ومسؤولياتهم ومسؤوليات البيت والكلام ده كله، وانتي مش على الخريطه بالظبط كده. بس انا ما حصليش لسبب، لان انا كنت دايما مقتنعه بفكره انه لو انا التانك بتاعي فاضي مش هعرف ادي خالص. وانا بحب لما يبقى عندي حاجه عايزه اثبت انها صح، بحب ابقى مثال ليها علشان غيري يعملها. وانا من الناس من الامهات اللي بحكي لحسن عن الستراجلز، وبحكي لحسن عن الحاجات اللي حققتها. يعني احنا صحاب، هو يعرف شغلانتي مش سهل على الاطفال تفهمها، بس بشرح له وبنقعد نحكي، فانا بحس انها كده قايمه بدوري. طيب النهارده بقى عندي ليكي سؤال ممكن يكون سؤال يثير الجدل. هو انت النهارده حاسه بتأنيب الضمير، ولا انت مكسله تحطي مجهود وحطها في انه مسؤوليات اللي ورايا فعشان كده مش هاخد بالي من حياتي؟ ده سؤال. انا عندي قناعه ان في فئه قليله ممكن تكون تاني لفكره قله المجهود، انا او كسل ان انا احط مجهود، كسل حاجه هتخرجني بره الكومفورت زون، فانا مش عايزه اواجه نفسي بيه.
مش عايزه اواجه المجتمع او مش عايزه اطلب سبورت من، لان انت في الاخر كأم لو هتحتاجي تبقي توفري شويه وقت لنفسك مش هتعرفي تعمليها لوحدك. فمحتاجه تطلبي مساعده. المساعده دي بقى قد تكون من الناس اللي حواليكي، قد تكون من ولادك نفسهم، من زوجك، من بره كمان ايا كان. فهل انا النهارده مكسله اطلب، خايفه من المواجهه، مش مصدقه لانه برضو من الحاجات اللي اتعلمتها فكره السلف سابوتاج اللي هو تخريب الذات. فانت النهارده إيه تخريب الذات دي حاجه عندنا كلنا كده، حاله نفسيه، انك ساعات من كتر ما انت مش مصدقه انك تستحقي الوصول للحاجه اللي انت عايزاها بتخربيها. هديكي مثال تافه جدا. اوكي. عارفه لما حد بيبقى عايز يخس 10 كيلو ويخس 8 ويجي عند ال8 يرجع تاني يتخن، ليه بقى؟ علشان هو مش مصدق ان هو محتاج، لان هو اخر 2 كيلو دول اصعب 2 كيلو فدول بقى مجهود اكتر، فيقوم يبوظ فمخه، ما هو المخ ربنا خلقه انه بيشت داون اي فكره انت عايز تعمليها لو فيها مجهود. ايوه، خصوصا لو فيها مجهود بدني. فالسلف سابوتاج بيحصل ان انت بتبقيش مش مصدقه ان انت في يوم من الايام هتوصلي للهدف او شكلك او وزنك المثالي اللي انت توصلي له، فبالتالي بتقولي ايه، لا هو مش هيحصل، فكده كفايه قوي فارجع. وده بقى مثال لحاجات كتير قوي في العلاقات. ممكن جدا تلاقي نفسك فشلتي في علاقات كتيره، فقابلتي علاقه كويسه فمش مصدقه ان انت تستاهلي العلاقه الكويسه، فهتبوظيها قبل ما هي العلاقه تبوظ. دي حاجه صعبه قوي. دي حاجه صعبه، بس هي حاجه اللي انا فهمته انها عندنا كلنا، وعلى فكره انا لغايه دلوقتي بعملها. ما انا عايزه المفاتيح دي بقى دي، يعني انت عرفتي ده ولغايه دلوقتي بتعمليه، خرجتي منه ازاي؟ وهنتكلم في موضوع السايكوثيرابي ده، بس عايزه اعرف خرجتي منه ازاي. طب خلينا نتفق ان انا ما خرجتش من ولا حاجه بجد؟ طبعا، لانه انا برضو بحس كده ان السوشيال ميديا ممكن تخليكي، احنا اول مره نتقابل فانت على السوشيال ميديا شايفه كونتنت اوف حد شبهك خلاص، فتخيلتي ان هي وصلت للمرحله اللي مفيش رجوع منها، لا هي بقى ايا كان ملتزمه بالرياضه ولا بتاكل بشكل صحي ولا متصالحه مع ذاتها، ناجحه، ايا كان انت صنفتيني ازاي، متخيله بقى ان انا هناك ووصلت للكبسوله اللي مش هترجعني من هناك. لا ما مش كده. هو انا طول الوقت كبني ادم طبيعي في الصراع ما بين مخك اللي عايز يكسل صح، وما بين الحاجات اللي انا لسه بحلم اني عايزه احققها، فبالتالي بفضل اكريت لنفسي الروتين والديسيبلين علشان اوصل. يعني لو خدنا اي هدف من اهداف الرياضه مثلا، انا من شهر جريت اول فول ماراثون في حياتي 42 كيلو. شفتك اتفرجت 42 كيلو بتمرن له بقالي 6 شهور، بس في 6 شهور كل يوم ببيكتشر شكلي وانا بعدي الفينش لاين. انا دي طريقتي في التعامل مع تحقيق الحاجات اللي عايزه احققها. اديلي بقى الطريقه، عايزه التبس، عايزه البنات اللي بتسمعنا 1 2 3. انتي قلتي كذا حاجه. بصي انا الموضوع الرياضه يعني بعد فكره المثال لحسن، او ان انا ابقى حد بدل ما انا بقعد اقول له قوم انزل روح التمرين فيشوفني كل يوم بصحى الصبح اروح التمرين، كان دايما عندي كده هدف او فيجن او خوف ان انا يبقى ما اعرفش العب مع احفادي. يعني انا كان دايما بقول وانا عندي 80 سنه انا عايزه ابقى بعرف اتحرك والعب. فابتديت، خصوصا ان انا ابتديت في سن 35 which is في الوقت اللي دايما بنبتدي تحسي بيه انه ايه، كل حاجه بتخلص، بنخسر كل حاجه كمان. فكان عندي بقى اللي بيسموه الفومو، fear of missing out، اللي هو ايه، هلحق، هقدر، هتكسر، هيتريقوا عليا. يعني ما عنديش اي توقعات ولا ريفرنس يقول لي هو انا النهارده ادائي هيبقى شكله عامل ازاي. فقلت طب انا هبتدي. انا دايما عموما بحب فكره انك او مقتنعه بمبدا انك لما بتركزي على اللي within your control، اللي في دايره تحكمك، ده اللي في ايدك تعمليه، والنتيجه بره دايره تحكمك. يعني لما تخشي امتحان لو انت مذاكره ده اللي في دايره تحكمك، ده اللي عليكي، النتيجه جبتي ايه ده بره دايره تحكمك. فانا المبدا ده بطبقه تقريبا كل يوم في حياتي، وبرد على اي حد بيسالني الاسئله اللي هي طب اوصل لده ازاي، طب تيبس، طب بقول ركز على اللي within your control. اللي within my control ان انا اصحى الصبح بدري واروح اتمرن
علشان زي ما انا بصحى اروح شغلي او جامعتي او مدرستي وانا مش مبسوطه، فانا بصحى الصبح بصرف النظر انا حاسه بايه، فده within my control اقدر عليه بالظبط كده. ومنها فكره ان انت تترست ذا بروسيس. ما هو انت النهارده لو بتصحي وبتحطي المجهود، ليه جسمك مش هيديلي النتيجه اللي انا عايزاها حتى لو على وقت كبير؟ بالظبط كده. تاني حاجه بقى، انا كمان بفولو ناس بتساعدني. يعني انا بختار جدا فكره الكونتنت اللي بيطلع لي. يعني انا عندي ناس معينه مثلا للجري للماراثون كنت بفولو ذم على السوشيال ميديا علشان اشوف الاستراجلز بتاعتهم، علشان احس ان انا مش لوحدي. ما هو انا برضو اي حاجه بعملها في اليوم كأم وكزوجه وكموظفه وكواحده بتحاول تفضل رياضيه، ما هو ده بستراجلز، ما هو ده مش سهل. يعني لحسن تكونوا فاكرينه سهل، بس هو والله ما سهل. بس بقعد اقول ان اللي within my control انك المجهود، فما ترتيب الوقت، ترتيب الاولويات، وبعدين النتيجه مش بتاعتي. يعني يا دينا اللي انتي بتقوليه ده كله معناه ان احنا الستراجلز اللي بتحصل لنا والصعوبات اللي بتحصل لنا احنا دايما بنطلع منها بحاجه بتقوينا. وخليها اختيارك. يعني عشان بحس ان برضو ممكن يكون في ناس تبقى قاعده مستنيه ان انا مستني الحاجه اللي هتيجي تقول لي الرساله او ده حصل ليه، او ايه الحاجه الحلوه في الحاجه الوحشه. يعني لازم تخرجي نفسك او تقعدي كده تحاولي تقولي هو الحاجه الفشل او الحاجه اللي ما نجحتش او الحاجه اللي ما ظبطتش او الحاجه اللي ما حققتيهاش دي ما حققتيهاش ليه. لازم انت اللي تدوري كان دورك فيها ايه. لانه ناس كتيره بتبقى قاعده في اللي بيسموه الويت اند هوب. انا قاعد مستني حاجه تيجي تنقذني، هي يا شخص يا تغيير يا ايا كان. فالتاني انت بتدوري من بره بدل ما تدوري من جوه، هو انت ليه ما وصلتلهاش. لا انا عايزه اقول لك ان لقب ايرون وومن ده مش من فراغ. يعني انت ايرون وومن بكل المقاييس، بس ايرون وومن وقلتي ان انت لجأتي للسايكوثيرابي، وحاسه ان انت يا دينا عايزه تتكلمي في الموضوع ده وتوصلي رساله ان احنا لما نحتاج المساعده ما نتاخرش. بالظبط كده. لان مهم جدا جدا ان احنا لما نعطل لازم ادور على حد يساعدني. صح. انت ايه اللي خلاكي عندك الاويرنس ان انت محتاجه مساعده؟ بصي، اولا على موضوع ايرون وومن ده، الرياضه او السباق ده لما بتخلصيه وتاخدي التايتل ده بيديهولك علشان هي منتل تافنس جدا اكتر من انها فيزيكال تافنس. وانا دي من الحاجات اللي بحب احكي فيها كتير قوي، لانه دي السباق نفسه او التحضير ليه كانت حاجه مرهقه جدا 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 نفسيا وجسديا. فلما بتاخديه من التايتلز اللي بتبقي ماشيه كده اللي هو ايه، لا هو انت حساها هو ايرون وومن، لان انت في الاخر اشتغلتي كتير قوي على عقلك اللي طول الوقت بيقولك هو انت هنا ليه؟ انت كان زمانك نايمه او بتصيفي او ايا كان. طيب رجوعا لسؤالك على فكره السايكوثيرابي، بصي انا موضوع العلاج النفسي ده حقيقي بحاول اخد كل فرصه ان انا اتكلم على بأريحية انه دي حاجه عادي ان احنا نلجأ لها، علشان زي ما بالظبط كده جسمك بيبقى تعبان فانت بتروحي للدكتور، هو انت نفسيا لما بتبقي تعبانه بتبقي محتاجه مساعده. انا ازاي عرفت ان انا محتاجاها؟ بصي الفكره كلها انه كلنا مولودين او ربنا خلينا عندنا نسبه من القلق، والقلق درجات. والقلق دي حاجه مفيده محتاجه تبقى موجوده علشان نعرف نحافظ على نفسنا وسلامتنا والحاجات دي كلها. بس في درجات معينه بتوصل لما بتبتدي تاثر على الناس حواليكي، وهو ده بقى الانكزايتي ديس اوردر. تعرفي ان انت محتاجه مساعده. انا ما اقدرش يعني اقول ان انا كنت رحت واشتغلت على، لا هو انا بحس ان انا كنت محظوظه ان انا ربنا اداني حاجه بتقول احجزي لنفسك عند دكتور. يعني انا قريت فعرفت انك محتاجه بروفيشنال هيلب في حالات معينه. لما بداتي تحسي ان ده ليه تاثير على الناس اللي حواليكي. بالظبط كده. فانا حجزت ورحت، بس كنت رايحه بقى باتيتيود اللي هو ايه، وريني اللي هيخرج مني كلمتين. بس تاني نفس المبدا بتاع انا اللي عليا ان انا اروح افهم انا عندي ايه.
هخف ولا لا، هي اصلا دي رحله شكلها عامل ازاي، ما كانش عندي اي فكره. وعايزه اقول لك من الطرائف في موضوع العلاج النفسي ده، ان انا تقريبا الانكزايتي نفسها خدت بتاع شهر وخفت، 5 سنين بكتشف نفسي. ايوه. يعني كل الحاجات اللي انا اتكلمت فيها، السلف سابوتاج والاويرنس والنيجاتيف سيلف توك والسلف استيم والحاجات دي كلها، انا كنت غالبا بروح عشان بحب اقعد اتكلم مع الدكتور وافهم انا ايه بالظبط كده. انا ايه بس. طب لقيتي الحاجات دي؟ ايه الحاجات اللي لقيتيها نقط قوه عندك؟ ان انا سيلف ميد، دي دايما حاجه بسمعها كتير قوي، سمعتها كتير من ماي دكتور وسمعتها كتير من ناس حواليا الحقيقه. اشرحيها لي اكتر. ان كل حاجه النهارده، يعني انا ممكن ابقى قاعده بحكيها واقول ايه ده، انا الحمد لله عملت 1 2 3 في اي حاجه، كأم ولا كزوجه ولا كحد ناجح الحمد لله في شغله الصبح او رياضي، هي انا اللي عملتها. يعني انا ما يعني هي كلها حاجات مجهود، هي مش كلها حاجات طلعت لك جايزه في حاجه. فسيلف ميد انا اللي عملتها. ودي مش رحله سهله، لان برضو ساعات بحس انه مش بنتكلم كتير على فكره انه وراها تضحيات كتيره جدا. وعلى فكره تضحيات مش عايزاها يبقى كلمه كليشيه، بس هي تضحيات حتى للناس اللي حواليكي. يعني انت في وقت لو هتركزي في الرياضه، فانت هتحتاجي الشغل يبقى متفاهم ان انت عندك حاجه محتاجه تحققيها، فهتقعي هنا شويه. والبيت والعيله هتقع شويه، والحياه العائليه هتقع جدا علشان توصلي. فهي فكره البالانس مش موجوده. انا مش من الناس المقتنعه بفكره البالانس خالص بجد. طبعا. وده كان من كتاب قريته اسمه The One Thing، بيحكي على المبدأ ده. فكرة ان انت لو انت بتعملي، يعني احنا قاعدين دلوقتي احنا في One Thing، احنا بنصور دلوقتي البودكاست، صح. فانت قايله لا الحاجات التانية كتير طبعا. بس كده. فانا النهارده معاكي، مركزه معاكي وحاضره بذهني بوقتي وفيزيكلي قاعده معاكي، مش في حته تانية. في بنات كتير قوي بشوفها بتبقى جميلة جدا، بس بتفاجئ ان هي مش حاسة بده، او هي مش شايفة نفسها جميلة. انت دينا بتشوفي نفسك جميلة؟ بصي، طب خلينا نتفق. انا بالنسبة لي بشوف نفسي جميلة امتى؟ لانه يعني ان الله جميل يحب الجمال طبعا. خلاص. والجمال من جوه مهمة، بس من بره المينيمم هو اللي بنشوفه اول حاجة. بالظبط كده. انا لو سالتني السؤال ده في ال20 سنه اللي فاتت، كل 5 سنين او كل كام سنه هتلاقي اجابتي مختلفه، اللي هو انا بشوف نفسي جميله ازاي. فانا دايما بركز في احساسي بجمالي، ليه علاقه بانه انا البراند بتاعي، انا عايزه الناس تفتكرني بايه، انا قصتي شكلها عامل ازاي. فانا النهارده بشوف نفسي شخص جميل، ما عنديش سبب يقول لي لا. بس عمري ما بربطه بانه علشان هو حاجه فيزيكال، يعني او حاجه شكلا. انا بحس ان انا ممكن اكون حد جميل علشان انا مهتمه ومركزه ان انا لما اقابل حد، لما يمشي ويسيبني يحس ان انا كنت حاجه خفيفه لطيفه، فت في حاجه، قضينا وقت لطيف مع بعض. انا ده بالنسبه لي جمال. فانا قعدت 3 سنين بشتغل على نفسي علشان اصلح عيلتي وارجع لعيلتي شخص. واعتقد انه كمان انا محظوظه بانه يعني زوجي عمل نفس القصه، اشتغلنا على نفسنا جدا. وبعدين كانت النتيجه انه طب ليه، طب يعني ما نصلح جوه يعني او نرجع نكمل مع بعض ونكبر مع بعض، بدل ما لما نتصلح نفضل بعاد عن بعض. حلو قوي ببساطه يعني ايرون وومن بقصه انسبايرنج جدا. دينا لقيتي نفسك وانتي كبيره، متصالحة مع نفسك جدا جدا، خدتي كل الحاجات الصعبة اللي حصلت لك حولتيها انتو حاجات قوية. عندك دايما انتي شخصية دايما challenging، you challenge yourself every day. عايزة تكوني example كويس لابنك.
كسرتي الاستجمة بتاعت السوشيال ميديا، ويلا انا هدخل عليكم بدنا شبهكم وزيكم. لجأتي السايكوثيرابي لما حسيتي ان الدنيا بقى ليكي تأثير وحش على اللي حواليكي، فحسيتي ان انتي لا انا مش عايزة اكون كده. ولسه بروح السايكوثيرابي، بسميها ايه، عارفه لما بتعملي صيانه للعربيه؟ فلسه بروح سيشنز كل كام شهر، علشان ده مكان ووقت انت تقعدي فيه مع شخص بيحكمش عليكي خالص. فيمكن عايزه اخدها فرصه انه مش بس عيا وبنوقفه، هو العلاج النفسي رحله، حاجه يعني من استثمار في نفسك مهم جدا جدا جدا، علشان بقى جمالك من جوه ومن بره. فهو استثمار بيكلف وقت ونفسيه وفلوس، بس هو استثمار ناجح جدا جدا جدا. فانا بقولك اني لغايه دلوقتي انا بروح، مش عشان انا عندي حاجه مضايقاني، لا انت لغايه دلوقتي في رحله لاكتشاف نفسك، وعلشان بالظبط كده، وعلشان عندي لسه حاجات عايزه اوصل لها، ولسه من جوه فيا حاجات بتوقفها، ستايل او باسلوب حياه يقدر يخليكي قادره تتحركي وقادره تقومي بوظائف حياتك بشكل اطول. بس كده. ثانك يو يا دينا. ثانك يو سو ماتش يا يسرا، اتبسطت جدا. وانا كمان قوي.